الزمالك بجلالة قدره. اللعب والفن والهطل والقرمشة. مش عارف يكسب نادي الجونة، مش عارف يكسبوا الجونة فرقة اللي بيلعبطوا بالأسماك، فرقة اللي بيلبطوا بالأسماك. ده الكابتن ميدو خربها يا ناس، خربها، جايب بيصير من آخر الدنيا عشان يتعادل مع الجونة. ده الفضائح اللي احنا بنشوفها دي. هو مش فارق بس اللي يقول لك الحكم، احنا عايزين حكم مصري مش عايزين حكم أجنبي. احنا مش عايزين نسمح ان الماتش يتعاد. انت عارفين لو الماتش اتقال والزمالك اتعاد يبقى إدارة الزمالك ملهمش لازمة، دقيقة عام بق. يبقى إدارة الزمالك وكابتن ميدو اللي عايز يعمل فتنة في البلد مش هيبقى لي لازمة. انتوا عارفين ليه؟ هي إدارة أصلا مش لازمة أساسا. فريق فاشل والدنيا فاشلة وإدارة فاشلة وخاربين الدنيا. ده كلها سنتين 3 يلعبوا في القسم الرابع في الدوري الممتاز. الأزرق لا مش عارفين تكسبوا الجونة، مش عارفين تكسبوا الجونة. جايبين مسير هتديله كام مليون دولار، جايبينه من آخر الدنيا عشان يلعب في الدوري. هو عارف إن الدوري فاشل لا يقبض، هو جاي يقبض. الغريب إن ميدو جاي بيساعد على كده. انتوا مسكتوا ميدو منصب في نادي الزمالك، هيجيب الزمالك الأرض، مش هيطلعوا فوق، هيجيب الزمالك الأرض وهيخلي الزمالك ده أقسم بالله مش حاطط في ميدان العتبة. ومعاهم مسؤولين إدارة نادي الزمالك. بيحتفلوا لما ماتش اتلغى. الجمهور الأهلي مشي وروحوا، هم قاعدين في قلب الاستاد. قاعدين بتعملوا ايه؟ لعبتوا الجونة، لعبتوا الجونة. الجونة كسبان كل حد الدقيقة 90 ولا مش عارف كام، واتعادلتوا في آخر دقيقة. ليه تعبت على الجون اللي بتاعت دفع كويس؟ كانت خلصت، ولكن ايه راحت خلاص. اتصدم بالواقع. انا بقول لإدارة نادي الزمالك خلي ميدو يقدم استقالة عشان هيجيب نادي الزمالك الأرض. هيخربها أكتر ما هي خربانة. الله يخرب بيوتكم. هتلعبوا في القسم الرابع. احنا لحد دلوقتي مش عارفين ننافس مين. لحد دلوقتي الأهلي مش عارف ينافس مين. آخر ما زهق قال لهم العبوا بقى. ساب الدوري ومش عايز يلعب في الدوري. قرف، ما بيلعبش، ما بياخدش، مش حد بياخد بطولات غير النادي الأهلي. مش لاقي حد لنفسه. يخرب بيوتكم.